الناس اللي عارفاني من زمان فأنا بقالي 5 سنين بتعلم مونتاج. تقريبا من وانا عندي 14 سنة لحد النهاردة كل يوم بتعلم حاجة جديدة أثرت على شغلي وحولته من شغل عادي لشغل احترافي. خلال كل الفترة دي عرفت معلومات وأسرار خلتني أطلب 10 أضعاف الفلوس اللي كنت بطلبها في الأول. مش علشان الخبرة بس، ولكن علشان الأسرار اللي عرفتها قدرت تغير طريقة تفكيري عن المونتاج، وبالتالي شغلي أصبح احترافي ومختلف عن كل الناس. مش مهم انت بتعمل مونتاج على برنامج ايه، سواء بتستخدم كمبيوتر او تابلت او تليفون او حتى تليفون ارضي. على فكرة مش حلوة. والنهارده وفي الفيديو ده هقولك على 4 اسرار في المونتاج محدش قالك عليهم قبل كده. بعد الفيديو لو طبقت الاسرار دي هتشوف تطور كبير في شغلك، وبالتالي هتقدر تطلب 10 اضعاف المبلغ اللي كنت بتاخده في الاول. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ على مدار ال5 سنين اللي فاتوا في رحلتي في تعلم المونتاج في أسرار كتير جدا عرفتها في المجال ده. الأسرار دي غالبا محدش اتكلم عنها لأنها مش لازم تكون أسرار في برنامج معين زي توفير الوقت مثلا، أو إن أنت إزاي تقدر تستخدم البرنامج الفلاني. هي ممكن تكون نصيحة مهمة أو مبدأ تشتغل بيه أو مايند سيت أو عقلية تبقى عندك وأنت شغال. الحاجات اللي هقولها في الفيديو ده هي حاجات مهمة جدا، كنت أتمنى إن ألاقي حد في بدايتي كان يقولها لي، فعلشان كده بقول لك كمل الفيديو ده للآخر، مش لأي حاجة ولكن علشان تستفاد ببعض خبرات السنين اللي فاتت اللي أنا مريت بيها. والفيديو ده برعاية المحاضرة الأونلاين بتاعتي أنا، واللي كمان شوية في الفيديو هنتكلم في بعض التفاصيل عنها. اول سر ممكن يكون غريب شويه، يعني ايه اتعلم تصوير واحنا في الفيديو ده بنتكلم عن اسرار المونتاج؟ طيب خليني اشرح. في مبدا انا مؤمن بيه جدا، وهو ان المعرفه مهمه في كل شيء. يعني معرفتك بعالم التصوير وانت اساسا بتعمل مونتاج دي حاجه هتفيدك كتير جدا في مجالك اللي هو المونتاج. مش بس كده، ده كمان بشكل عام، يعني انت معرفتك في اي حاجه هتفيدك بشكل ما في المجالات التانيه. ولكن في الحاله دي انا بقول لك اتعلم تصوير، لان التصوير فعلا هو هيفيدك في جوانب كتير جدا ومهمه جدا في شغل المونتاج. على سبيل المثال هتعرف احجام الزوايا، وده هيفيدك بشكل كبير جدا في ان انت تفهم معنى الاحجام دي وايه الاحساس اللي بتوصله. فكل قراراتك في المونتاج المبنيه على احجام الزوايا هتكون جايه من خلفيه معرفتك بالتصوير، اللي هي بالمناسبه اصح. وحتى كمان لو انت بتشتغل على ستوك فوتج فده برضه هيفيدك اكتر في ان انت تختار المشاهد الاصح واللي تنفع فعلا للفيديو بتاعك. مش بس كده، انت كمان هتعرف اكتر عن الكاميرا موفمنت او حركه الكاميرا وايه المعاني اللي بتوصلها كل حركه كاميرا. مثلا الاستابليشنج شوت هتعرف ليه هو بيبقى زوم ان في الغالب، وايه المعنى اللي بيوصله اساسا الاستابليشنج شوت. فكل الحاجات دي هتساعدك انت في المونتاج، لان كل قراراتك ساعتها هتكون مبنيه على معرفتك بعالم التصوير، اللي هي انا زي ما قلت عليها في الاول ان هي اصح. والقرارات دي بس قادره تخلي مستواك تقريبا افضل 25% مما كنت انت عليه في الاول. يعني لو معرفتك بالمونتاج دلوقتي 100%، معرفتك في المونتاج بعد ما تتعلم تصوير هتبقى 125%، فده بالتاكيد افضل ليك، لان ده طبعا بيكون جزء اساسي من المعرفه اللي انت بتكونها. زي ما انتم عارفين اكيد عمليه المونتاج بتمر بمراحل كتير وبترتيب معين. يعني مثلا انت بتصور في الاول، بعد كده بتقطع المشاهد اللي انت صورتها، بعد كده بتحط المزيكا، بعدها مثلا بتحط ساوند ديزاين، بعدها بتلون الفيديو. انا في الاول كنت باخد النمط الطبيعي بتاعي في عمل المونتاج لحد ما عرفت السر الثاني، وهو انك بتبدا بالموسيقى. بجد النصيحه دي هتساعدك ان انت تطلع نتائج افضل من الاول بشكل كبير. بدل ما كنت بتكتب الستوري بورد بعدها تصور وبعدها تعمل مونتاج، لا دلوقتي انت هتجهز الموسيقى في الاول وتخيلها كويس واسمعها كويس، بحيث ان انت تعرف تحضر الفيديو بناء على مخيلتك اللي جت من الموسيقى، فبالتالي برضو تصور بناء على مخيلتك اللي انت تخيلتها من الموسيقى، فبالتالي مرحله المونتاج نفسها تكون سهله وتعرف تعمل مونتاج بناء على الموسيقى اللي انت كنت محضرها من الاول. فحاجه زي كده صدقني هي هتساعدك بشكل كبير جدا جدا. انا عارف انا بقول لك ايه، فحاول تهتم بالموسيقى، اسمع الموسيقى بس في الاول، واختار الموسيقى اللي انت هتمشي عليها الفيديو بتاعك، بعد كده ابدا حضر وصور الفيديو براحتك وبعدها اعمل مونتاج. دي نصيحه فرقت معايا كتير جدا وشايف ان هي مهمه بالنسبه لكم. طبعا في ورك فلو او نظام عمل انا شغال بيه، وهو بالفعل بيأثر على شغلي بنسبه 180 درجه. وانا خليني اقدم لكم المحاضره الاونلاين بتاعتي. خلال الفتره اللي فاتت كنت بلاقي اسئله كتير من نوعيه ممكن تسوي لينا محاضره اونلاين عن المونتاج، يا اسطى عايزين محاضره اونلاين، فين يا صاحب المحاضره الاونلاين؟ طيب يا جماعه ان شاء الله استنوا قريب جدا هعلن عن موعد المحاضره الاونلاين بتاعتي وفتح التسجيل ليها. في المحاضره دي حاولت الم فيها كل الحاجات اللي فعلا هتساعدك تعمل مونتاج افضل، بدايه من الورك فلو بتاعي انا في المونتاج، او ازاي انا برتب شغلي جوه برنامج المونتاج، وازاي الحاجات دي بتاثر فعلا على شغلي وان هو يطلع بنتيجه احسن. مش بس كده، احنا كمان هنتكلم عن البريسيتس وازاي
وازاي تقدر تعمل بريسيتس لاي حاجه حرفيا انت بتستخدمها في المونتاج، بحيث انك تقدر تستخدمها بعد كده وتوفر على نفسك وقت كتير جدا من وقت المونتاج اللي انت كنت بتستهلكه في الاول، وده طبعا هيأثر على احترافيتك وزياده شغلك عن الاول بكتير. وهنتكلم كمان عن تريكات في المونتاج هتساعدك ان انت تطلع شغل احترافي زي اي حد بروفيشنال انت بتشوفه ونفسك تبقى زيه. وطبعا على الناحيه الثانيه هيكون متوفر مشاهد وبريسيتس مجانيه بحيث انك تتدرب عليها بعد ما تخلص المحاضره وتشوف التأثير بتاع المحاضره كان عامل ازاي على شغلك وعلى النتيجه اللي هتطلع. وهيبقى في فقره Q&A او فقره سؤال وجواب، بحيث ان انت لو عندك سؤال او عندك مشكله في حاجه معينه هرد عليك بنفسي وهحاول احلها معاك ونوصل بالفعل للحل ليها. فبس كده استنوا قريب جدا هعلن عن المحاضره بتاعتي هنا على قناتي على يوتيوب، وكمان فتح باب التسجيل، وبالمناسبه العدد هيكون محدود فستي تيون. ده مش سر قوي قد ما ممكن نقول عليها ان هي نصيحه، وهي انك تتعلم مونتاج مش تتعلم مونتاج. علشان تفهم الفرق ما بين الاثنين، وانا هنا بتكلم بجد مش بهزر، انت محتاج تشوف معاني الكلمتين دول. اول كلمه مونتاج ودي معناها فيديو اديتنج، وتاني كلمه وهي مونتاج برضه ودي معناها مونتاج. اظن دلوقتي انت كده فهمت. نصيحتي انا بقى او السر هنا وهو انك تتعلم فيديو اديتنج مش تتعلم مونتاج. الفيديو اديتنج هو فيه انك تهتم بالقصه اكتر، وده اهم شيء وهو ده الصح بالنسبه لك، تكون هي دي الاولويه، وتفضيلك لاي مشهدين عن بعض يكون على اساس اولويه واحده بس، وهي اولويه القصه. هل القصه هتبقى احسن لما اغير من المشهد ده للمشهد ده؟ ايوه، فاذا احط المشهد ده مكان المشهد الثاني. على الناحيه الثانيه المونتاج، وهو اكتر بيكون استعراض، مجرد بعض المشاهد اللي شكلها حلو على تراك مزيكا، اذا كده انت عملت مونتاج. ولكن المونتاج مش الفيديو اديتنج، ولكن المونتاج هنا هو مش بيحتوي على اي قصه، زي ما قلت هو استعراض بس. مش بقول ان ده غلط، ولكن ده ليه وقته وده ليه وقته، ولكن في اغلب الاحيان لازم تهتم بالقصه، او لازم تبقى عارف فيديو اديتنج مش تبقى عارف مونتاج. فلازم تتعلم فيديو اديتنج اللي هو صناعه القصه في الاساس، وبعد كده تبقى تتعلم مونتاج. او بالتالي انت لما تتعلم فيديو اديتنج هتتعلم مونتاج، مش تتعلم العكس، مش تتعلم ان انت تحط مشاهد جنب بعض على تراك مزيكا، على قد ما تتعلم ان انت فعلا ازاي تبني قصه قويه، لان ببساطه هو ده اللي هيخليك انت افضل، وهو ده بالفعل الافضل. يعني لو حلاوه المونتاج 100%، حلاوه صنع قصه بالمونتاج هي 1000%. فبجد يعني حلاوه المونتاج مقابل حلاوه صنع القصه الاساسيه هي لا تقارن. ان انت تشوف بالفعل قصه حلوه ومرتبه وليها بالفعل معاني، ده افضل بكتير من ان انت تحط بعض المشاهد اللي ملهاش اي معنى، او ممكن يكون ليها معنى ولكن للاسف انت مش موظفها صح. فاخيرا ركز على القصه، اعمل فيديو اديتنج، ما تعملش مونتاج، بس كده. احد اهم المهارات اللي محدش بيتكلم عنها وهي ازاي تقدر تبني الانتباه عند المشاهد، او هاو تو بيلد اتنشن. ازاي تقدر تخلي المشاهد مركز ومنتبه معاك في الحاجه اللي انت بتقولها له زي دلوقتي كده. وطبعا دي حاجه انت لو عرفت تعملها صح هتبقى اشهر مخرج في العالم. ففي بعض التريكات هقول لك عليها في الفيديو ده هتساعدك انك تقدر تبني الانتباه قدر الامكان عند المشاهد اللي بيشوف الفيديو بتاعك. اول حاجه ابني قصه قويه. اهم حاجه القصه، اهم حاجه بجد هي القصه. طالما القصه نفسها قويه اذا هي هتجذب الانتباه غصب عني بالتاكيد. فركز دايما على انك تبني قصه قويه لان ده شيء مهم جدا. تاني تريك وهي سرعه المونتاج او الفلو. كل ما كان الفلو بتاع المونتاج او سرعه المونتاج نفسه اكتر، المشاهد بتتنقل بشكل اسرع من بعض، اذا القصه نفسها فيها عنصر الاهتمام، كل ما كان الانتباه عند اللي بيشوف الفيديو بتاعك بقى اعلى من الاول. ليه ده بيحصل؟ لان المشاهد او الفيجوالز بتتحرك بشكل اسرع، اذا انا عيني هنا هتبص عليك لان هنا اكيد في حاجه بتحصل. طالما الحركه نفسها اسرع اذا هنا في حدث بالنسبه لي فانا لازم اركز عليه. فكل ما كان الفلو بتاع المونتاج بقى افضل واسرع الاثنين مع بعض، وكل ما انا ركزت اكتر معاك. وثالث تريك ودي برده مهمه جدا وهي ان انت تستخدم موسيقى كويسه. ده كده كل ما الموسيقى كانت افضل كل ما بقت كاتشي اكتر بالنسبه لوداني، وكل ما انا ركزت اكتر على ايه اللي بيتعرض مع الموسيقى دي. كمان في تريكات ممكن تعملها من جوه برنامج المونتاج ذات نفسه، ولكن دي هنتكلم عنها بشكل مخصوص اكتر في المحاضره الاونلاين، فزي ما قلت ستي تيون. وطبعا في نصائح ثانيه ممكن اقولها بخصوص التصوير، ولكن احنا ممكن نبقى نعمل فيديو بالكامل عن كده. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا لفيديو النهارده. اتمنى فعلا ان انت تكون استفدت من الفيديو ده وعرفت بعض الاسرار اللي محدش ممكن يكون قال لك عليها قبل كده. اكيد مش انانيه من حد، ولكن هي ممكن ما كانتش محل انتباه لبعض الناس فعشان كده ما اتقالتش، ولكن انا جيت قلتهم لك. فلو الفيديو عجبك اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش. ولو عايز تتواصل معايا فهسيب لكم رابط الانستجرام بتاعي هنا، ممكن تخش تتواصل معايا بخصوص اي حاجه. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.